كفاية قطايف وكنافة وتعالوا شوفولي الوصفة القمر دي. النهاردة هوريكوا ازاي نعمل رموش الست الدايبة المرملة اللي نتيجتها مضمونة من أول مرة، رهيبة وطعمها حلو قوي قوي، وهتاخدوا منها واحدة ورا التانية لحد ما تخلصوا الطبق كله. بس كالعادة لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير للفيديو ده. نبدأ كده ونقول بسم الله. وأول حاجة هنحضرها هي الشربات، 1.5 كوباية من السكر، بحط عليهم 1.5 كوباية من المية، شريحة كده من الليمون أو عصرة من الليمون، ونطرة كده من الفانيليا، وباخدهم بقى ارفعهم على النار لحد ما بيغلوا، وبنعد بعد الغليان 7 دقايق وبنطفي وبنسيب الشربات ده يبرد تماما على جنب. وعلشان نحضر العجينة هنحتاج نص كوباية من الزبدة وعليها معلقة كبيرة، والزبدة اللي عندي هنا طرية، يعني حاولوا تدفوها كده على النار وتسيبوها في الكوباية كده وهي بتجمد بسرعة لأن الجو بارد. بحط على الزبدة ربع كوباية من السكر البودرة، وبنخلطهم بقى كويس جدا مع بعض، يعني بندوب السكر في الزبدة لحد ما الخليط يبقى عندي كريم. الزبدة اللي عندي كده كده طرية فمش هتاخد وقت مننا خالص، يعني كده مجرد ما نحس ان السكر اختفى والقوام بقى كريمي بالشكل ده بنوقف تقليب. في الطبق هنا عندي بيضة كاملة وعليها بياض بيضة، بحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وباخد البيض واحطه على الزبدة والسكر وبالمعلقة وبنقلب تاني لحد ما البيض يختفي عندي تماما. بعد كده بحط عليهم 2.5 معلقة كبار من جوز الهند، 2.5 معلقة كبار من دقيق السمين اللي هو دقيق البسبوسة العادي اللي بنجيبه من عند العطار أو الأكياس الجاهزة، وبنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما بيختفوا هما كمان. وبعد كده عندي 2 كوباية من الدقيق منخول مرة واحدة بس، وحط عليه كمان رشة صغيرة كده من الملح، بحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. الدقيق أنا ما ضفتوش كله، سبت منه كده حوالي نص كوباية أو 2 ل3 كبار. مهم جدا ما نضيفش الدقيق مرة واحدة على الخليط الأولاني، ممكن كمان تضيفوا نص كمية الدقيق، ولو احتاجتوا دقيق تاني ضيفوا مفيش مشكلة، ولكن ما تضيفوش الدقيق كله مرة واحدة علشان العجينة ما تنشفش معانا وتكون محجرة. شوية الدقيق اللي أنا شلتهم على جنب دول ما احتاجتهمش خالص، فعلشان كده بقول لكم ما تضيفوش الدقيق كله مرة واحدة. بنلم بقى العجينة بإيدينا كويس قوي لحد ما بتبقى معانا عجينة طرية وسهلة التشكيل. بنبتدي ناخد قطعة صغيرة كده من العجينة وبنعجنها الأول ما بين إيدينا، وبعد كده بنصبحها ما بين إيدينا ونفردها بالشكل ده كده. طريقة تشكيلهم سهلة قوي ويعني ما بتاخدش أي وقت خالص. يعني بنحاول كده نضغط من النص وبعدين نديها شكل عيون من هنا ومن هنا. بنخلص واحدة ورا التانية ونرصهم بقى على صينية مدهونة بالزيت خفيف خالص، ونحاول على قد ما نقدر نسيب ما بين كل واحدة والتانية مسافة كده بسيطة لأن هي لسه بتزيد شوية في الفرن. فاكرين بقى بياض البيضة اللي احنا خدناه في الوصفة في الأول؟ أخدنا منه الصفار وحطينا عليه معلقة كبيرة من المية ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وبنخفقهم كده مع بعض وبندهن وش الرموش بالشكل ده كده. للناس بقى اللي هتقلق من ريحة البيض، ولو مستخدمين بيض طازة وفانيليا نوعها كويس، البيض عمره ما هيعمل ريحة زفارة. وبالشوكة بنعمل خطوط كده على الوش بتديهم شكل حلو قوي قوي. وفي الوقت ده بكون مشغلة الفرن على 180. هاخد الصينية الحلوة بتاعتنا دي واحطها على الرف الوسطاني لحد ما بتاخد لون حلو من تحت كده، بولع لها الشواية من فوق واتابعها لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. وبعد لما بتخرج على طول من الفرن بصب عليها الشربات، هي بتكون سخنة والشربات بيكون بارد أو دافي كده حاجة بسيطة زي دمعة العين. بنسيبهم بقى في الشربات شوية حلوين كده، يعني 2 ل3 دقايق ولا حاجة، وبعد كده بنقلبهم على الوش التاني. والخطوة دي مهمة قوي، بتخلي الرموش كلها واخدة أو شاربة الشربات كله. وممكن كمان تصبوا عليها شوية شربات كده من فوق، هي هتاخد كفايتها والباقي هنصفيه.
وبنقلبهم تاني على وشهم وبس كده. وبنبتدي بقى نشيلهم من الشربات أو نصفي الشربات منهم، ونبتدي بقى نرصهم في طبق جميل زي ده. وتقدروا كمان تزينوهم بشوية من المكسرات أو شوية من جوز الهند زي ما تحبوا. ما شاء الله طالعة ولا غلطة، طعمها بقى ما يتوصفش، مرملة ودايبة وسكرها معتدل وخفيفة كده مش تقيلة وطرية كمان وشاربة الشربات كله، وبجد طعمها مش هتقدروا تقاوموه. وريحتها بقى ما اقولكوش رهيبة. لما بنشتري حلويات من بره دي اكتر حاجة بقوله يزودها في الطبق بصراحة وبدون مبالغة. لما بنشتريها من بره أو لما بناكلها من بره ما بتبقاش بالطعم الغني ده، وأنا متأكدة إن مفيش حد بيختلف على طعمها وكلكم بتحبوها زيي وتحمستوا وهتقوموا تجربوها. جربوها وهستناكم تقولولي رأيكم فيها إيه، وهستنى كمان تعليقاتكم الحلوة، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.